لو عربيتك بتدخن دخنة سودا وبتاكل معاك بنزين بتشرق بتغلبك في الدوارة، يبقى الحلقة دي ليك. عشان هنوضب الكربيراتير مع بعض من الشكل ده، يبقى معنا بالشكل ده. عمرة كاملة للكربيراتير، تغيير جوانات ودبل ورق، وقشط القواعد يدوي على ايدينا، يرجع على وضعه زيرو. تابعني. نبدأ حلقتنا بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ بإذن الله، هنبدأ نفور الكربيراتير بتاع الفيات الأونو. تمام. بداية من ان انا افور الوش وابدأ احلل كل جزء فيه منفرد، بداية اهوت من باك السرنسي، وبعد كده هبدأ افك الرياح من بلخلخه شوية. بعد كده بفكه عشان المخ بتاعه ما يتعبش بس من الفك والرباط. انا بطلع قلب الرياح بتاع السرعة، هنا كان في امير حاطينه حوالين باك السرنسي علشان يثبتوه، لان العربية ما كانتش بتقف سرنسي، فكان الباك متهوي ومتساب مهوي علشان العربية تقف. هنا ابدأ افك وش الكربيراتير. وعلى فكرة الفيديو برضو ينفع لو حد هاوي او غاوي ان هو يفك حاجته وينضفها بنفسه، يعني هو هيفك يوصل لاجزاء معينة، يعني مش شرط ان هو يعمل نفس الشغل اللي انا عامله كله، بس على الاقل هيبقى عارف طريقة الفك والتركيب. هيبقى بالنسبة له الموضوع اقرب شوية، بحيث ان هو لو نسي مكان جزء وهو بيفك ويربط، ممكن يعمل الكربيراتير ده لمرجع، يعني الفيديو دي يعمله كمرجع ليه، بحيث ان هو ايه ما ينساش حاجة. والفيديو انا مسرعه على سرعة 1.5 علشان بس ما ياخدش وقت ويطول معانا قوي. وفي امكانية برضو ان انت ممكن لو بتتفرج عليه من اليوتيوب ان انت تزوم على الفيديو وتتفرج على براحتك على كل الاجزاء اللي بتاع الكربيراتير، سواء بقى صغيرة كبيرة على حسب ما انت عايز، انما انا مصوره من زاوية على قد ما اقدر وانا شغال. ولو في اي ملاحظة على التصوير او الصوت ولا اي حاجة، اتمنى ان يعني في الكومنتات على اليوتيوب تقولوا لي ملاحظاتكم ديت، ولو في حاجة برضو عايزينها تشرح مع الوقت برضو اتمنى ان انتوا تقولوها لي. هنا بقى كان الرق بتاع الرشاش كان عند صاحب العربية ده، الرق ده كان مخروم، فالميكانيكي اللي قبلي عموما كان ملهوله امير علشان يمنع ان البنزين ينزل من الرق. وهو كان عنده مشكلتين، مش مشكلة واحدة في الرق، كان المشكلة مش ان الرق بس مخروم وبيجيب بنزين، لا هو كان عنده القاعدة بتاعة الرق نفسها مقفعة في الكربيراتير، ووش الدش، وش القاعدة بتاعة الدش. فالوقت واحنا شغالين هتشوفوا الوقت وانا بجلخه بقى وبنضف الامير والدنيا دي. هنا ببدأ افك مسامير القاعدة بتاع الكربيراتير بتاع النص التحتاني، ده كتير ما بيحدش بيرضى يفكه علشان دايما لما بيفكوه مبيبقاش عندهم جواناته. ده هنا انا بوري صاحب العربية الامير اللي كان راكب والرق هو مكسور، مقطوع قصدي. ده الامير اللي كان طالع من قلب الكربيراتير، مع ان الامير عدو البنزين، الاتنين ما بيتفقوش مع بعض. هنا انا فكيت المسمارين بتوع القاعدة، الكربيراتير كله كان اخد هوا من تحت زي ما شايفين كده الجوانات. لو حبيت تعمل زوم اعمل زوم على الكربيراتير من اليوتيوب او اي منصة انت تتفرج عليه منها، هيظهر معاك اي حاجة ظهر، يعني الموضوع هيبقى افضل ليك بشوية. ده الجوان اللي كان راكب، وفي جوان تاني الناحية التانية بثبته على الكربيراتير عشان اقدر افكه. بقول يا جماعة لو واحد هاوي وغاوي ان هو يشتغل في الكربيراتير، الموضوع هيبقى مرجع ليه، بس ما يعملش زي ما بعمل، يعني ممكن ميبقاش عنده قطع الغيار او ممكن يبوظ حاجة. فبلاش ان انت تجرب مادام انت ما انتش محترف في الموضوع، علشان ما تضرش نفسك وتكلف نفسك في الفاضي. دي الفبرة اساسي تبقى نضيفة، علشان ديت بتحكم معانا الهواء بتاع نص الكربيراتير من تحت لفوق. لو في اي مشكلة العربية ما تظبطش معانا لا صرنسي ولا هوا، يفضل لعب في مسمار الصرنسي والهوا ومش هيظبط معانا. هنا ببدأ انفض الاجزاء اللي انا هجلخها، وابدأ اجيب الوقت ايه الرخامة اللي هحط عليها الصنفرة واجلخ الايه قواعد. الحاجات دي بتتجلخ يدوي طبعا، الموضوع متعب، انا مسرعه شوية برضو علشان ما يطولش معانا، عشان الحاجات دي لما بتقفع
بتقفع من كتر الرباط، لما بيتربط عليها جامد وبيبقى فيها مشكلة فالحاجات دي بتقفع. اتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتدعموني لان الموضوع بيفرق معانا. اهو هنا بجلخه اهوت لغاية اما يظبط معانا والاقي كل اللي هي 4 تركان في القاعدة دي ضربت معانا. دلوقتي بعد ما اخلص هحطه على جنب هتشوفوا بيلمع كل القاعدة ضربت. لسه بعد كده هعمل برضو تجليخة زي دي للكربراتير علشان القاعدة بتاعته تضرب برضو، تضرب عندنا ان هي تطبع مكانها او تبقى كلها عادلة. اهو شوف الوش بتاعه دلوقتي، لو عملت زوم عليه هتلاقي الوقت مظبوط معانا. هنا هجلخ القاعدة بتاعته بقى في الكربراتير علشان برضو تبقى عادلة معانا. هنا خلصت انا القاعدة، بستعدل بقى الوش بتاع الكربراتير من فوق نفسه اللي بيركب عليه وش الكربراتير. ده الوش الفوقاني برضو كان فيه جوانات وكان فيه تخبيط وكان يعني في برغتة كده خفيفة، فلازم ان انا انضفه بحيث ان الجوان الجديد لما يركب يبقى قطع عليه ومظبوط معانا، ما يبقاش في اي حاجة مضايقة ومبرجلة. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي كله ضارب معانا ومظبوط. هنبدأ نلم حاجتنا بقى علشان نخش على المرحلة التانية اللي هو الغسيل والتنظيف. مرحلة الغسيل والتنظيف دي انا ما بجيبهاش عشان طبعا انا بصور لوحدي ببقى سايب الموبايل، فطبعا ده بيتغسل بسبراي وبعد كده يتغسل في حوض الجاز. والحاجات دي اصلا الكربوراتور ده بيبقى مغسول اصلا بالمسدس قبل ما اشتغل فيه، يعني منظره الاولاني ده كان هو مغسول بالمسدس، يعني هو كان منظره اصعب من كده. ده بعد ما الدنيا اتغسلت اهي، اتغسل بسبراي واتنضف على الفرشة السلك واتنضف قلبه بره وجوه. هبدأ بقى ان انا ايه انفضه في الهواء. معلش انا كنت نسيت افك مسمار الهواء واحنا بنفور، بس مش مشكلة ملحوقة. هنا هفكه واحطه على جنب برضو علشان هيتغير له الدبل بتاعته ويتنضف برضو يتنفض مكانه دلوقتي، مكان مسمار الهواء والرياحات بتاعته. من ضروري تنفيض الهواء بيبقى بهواء شديد علشان لو في اي حاجة في اي رياح او اي محور ولا حاجة يطلع. والسبراي بيبقى ممتاز معانا في الشغل دوت لان فيه كربون بيبقى مليس في قلب المحاور والرياحات فده بيطلعه. انما نظرية ان انت تستخدم سبراي على الكربوراتور من بره ده في الفاضي، لان انت كده زي ما كأنك ايه حطيت ايدك في نشارة وحطيتها في عينك، فهي الموضوع نفس اللقطة، ان انت لميت الوسخ والعقارة والكربون اللي على وش الكربوراتور دخلته جوه على الريحات والمحاور، فده غلط. هنا بعد ما نفضنا الكربوراتور تمام وزيتنا القعد هنبدأ بقى ان احنا ايه نجهز جوانتنا. دول جوانات القعدة بتاع الكربوراتور من تحت، ده جوان وش الكربوراتور تمام. هنا هزيت القعدة بتاع الكربوراتور مطرح الغسيل والدنيا دي بديله شوية زيت علشان تبقى القعدة طرية والاكس ما يتاكلش، يعني طبعا انا غاسل بسبراي وبنزين وجاز وكده فخلاص القعدة حواليها ناشف، فشوية الزيت دولت يعني يغذوها شوية عشان ما يحصلش تاكل بسرعة. هنا بدي للجوانات شوية بنزين علشان يعصر معايا وانا بربط، الجوان ما ياخدش هوا من قلبه عشان لما يربط ويعصر مسامه تقفل كلها يبقى مظبوط معايا. يقطع بقى يبقى الهوا محكوم من فوق لتحت مفيش اي تسريب اي حاجة معايا، يبقى كده الدنيا معايا 10/10. لازم ضروري ان انا اتأكد ان هو ربط وعصر معايا علشان ايه ما ياخدش هوا.
والتنفيضة اللي كنت بنفضها دي البنزين مطرح ما عصر كده بيثبت لي ان هو يعصر من كل جنب، ده بيأكد لي الموضوع. هنا ببدأ اقفل بقى الكربوراتير من كل جزء، بنضف بقى لو في اي شوائب في اي حاجة بقوم منضفها. معلش اغلبية الشغل مش باين وانا شغال عشان الكاميرا ثابتة، فببقى اخد الكربوراتير ناحيتي فالصورة ممكن بتروح شوية. هنا بقفل بقى الرشاش الجديد بدل اللي كان تعبان ملة ده. تمام. ضروري في الفك والتقفيل ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه وتبقى العدة معاك كويسة، علشان لو عدتك تعبانة بيتبهدل الكربوراتير. الكلام ده للصناعية عموما مش لاصحاب العربيات، لان الكربوراتير الفيديو ده زي ما هو مفيد لاصحاب العربية هو مفيد للصناعية. في صناعية بيفوت عليهم حاجات، فالفيديو ده برضه هينفعهم كمرجع، اللي هو لو في حاجة انا مهواش عارفها هي بتروح فين ولا جاية منين، الموضوع ده هيفهمه. هنا بقى كنت هغير دبلة مسمار الهواء ودبلة الرشاش، يعني عشان اتفاجئ وانا جاي اغير دبلة الرشاش ان الرشاش اصلا مفيش جواه بلية. البلية بتاعة الرشاش دي بتبقى شغالة شغل السكس بلف، اللي هو لما اضغط بنزين الرشاش يخرج بنزين، ولما اسيب بنزين يرجع يسحب بنزين من الحوض بدل ما يسحب من الرشاش. هتشوفوا الوقت لما هاجي افوره بقى علشان اشوف ايه اللي حاصل جوه. انا حاليا نفضته وجاي اسمعه علشان اشوف رنة البلية، لان البلية بترن جوه، لقيت البلية ما بترنش اصلا. فهنا ببدأ افوره بقى مفيش بلية بتنزل معايا. فالوقت هجيب له بلية برضو، دي حاجة برضو من النوادر ان هي ممكن ما تلاقيهاش اصلا غير قليل اوي اوي. فاما يكون عندك اما بقى طبعا هتلبس ان انت تجيب رشاش. طبعا ده كان يعمل له مشكلة ان هو يعمل خنقة معاه في الطلعة وفي الدوار الصبح بالذات. العربية طبعا ما تدورش مرتاح لانه محتاج ان هو يدوس لها دوستين على الاقل علشان العربية تحضر بنزين والدور معاه مرتاح. فكان الموضوع دوت يأثر من كذا جانب. كده انا ركبت بلية الرشاش وقفلته. ها حاليا بقى ايه، هركب له الدبلة بس بتاعته. كده بركب الدبلة بتاعة الرشاش كده. في مرة تانية هبقى انزل مقاسات الدبل ديت علشان برضو لو حد عنده مشكلة في الدبل ديت ممكن يبقى يجيبها ويغيرها بنفسه. وانا غيرت دبلة برضو مسمار الهواء. الحاجات دي برضو بتركب بالمسايسة، ما ينفعش تركب عافية عشان ما ينفعش الدبلة تتجرح. لمجرد ان الدبلة تقشر منها حتة صغيرة فقدت وظيفتها خلاص، يعدي من حواليها هواء او تدخل رواسب او تراب او ايا كان على حسب وظيفتها بنزين او هواء. الحاجات دي كلها طبعا بتاخد نقطة زيت في التقفيل علشان تبقى لينة ونضيفة. ومكان مسمار الهواء بالذات المجرى اللي هو بيتحرك جواه دي لازم يبقى نضيف كويس، يعني ده وانا بغسله في الحوض بنضف مكانه بالسلك الألمونيا علشان يبقى ناعم. ده باكي السرنسيك كهربا بيتربط برضو وما بيتحركش عليه جامد للدرجة اللي هي علشان ما يبوظش برضو السن بتاعه. هنا احنا خلصنا يعتبر النص التحتاني، هنبدأ بقى في النص الفوقاني نقفله ان هو وش الكربراتير. فببدأ كنت اجهز حاجته بقى، باك السرعة. الحاجات دي برضو بتتربط بحنية، يعني ما يتحرقش عليها جامد علشان انا بيجيلي حاجات ساعات بتبقى قافشة لدرجة ان المخ بيتهرد بتاع الباك. فبرضو الكلام ده بيتربط بالعين. ده جوان وش الكربراتير بجهزه بقى علشان التقفيل. ابرة العوامة هنا كان برضو فيها مشكلة، فاخدت وقت عما ظبطت مكانها، كان مكانها فاحر فقعدت تلين شوية. هو في جزء كبير بس انا شايله من الفيديو علشان ما اطولش على حضراتكم. فانا قاصص جزء من الفيديو كبير كانت الابرة خدت فيه وقت عما ظبطت معايا. تمام. هنا بقى الابرة ظبطت خلاص،
فبقفلها ببعضها، ابدا اركب لها التيله بتاعتها، المشبك يعتبر اللي بيشبك في العوامه لما بتركب عشان نركبها مكانها. ودي برضو حاجه من الحاجات المهمه، برضو الابره بيبقى محتاج يتشيك عليها ضروري، لان ساعات بيبقى فيها مشكلتين، يا اما زي المشكله اللي كانت حاصله معانا دي، ان الابره تبقى فحره، البوز بتاع الابره فحر في القاعده بتاعته فما يقطعش، فمحتاج ان انت مثلا تفضل تطبقه على بعضه بصباعك، ان انت تضغط عليه الابره بصباعك وتفضل تلفه يمين وشمال لغايه اما تظبط. يا اما القاعده بتاع الابره نفسها بيبقى فيه ورده المونيا تحتها بتاخد هوا، فدي برضو مشكله تخلي يحصل شرقان في الفاضي والمليان معاك، برضو ما يظبطش معانا. تمام، انا حاليا جربت العوامه والابره تمام. برش على الجوان شويه بنزين بس علشان يبقى طري ويقفل مسام لما احرق على الكرايه على الوش وهو رابط. هرجع تاني بقى نص الكربوراتير التحتاني عشان اجرب الرشاش. تمام، هبدأ اعمره بنزين. تمام، مش عايزكم تنسوا ان انتوا تعملوا شير للقناة وتشتركوا معايا لو ما كنتوش اشتركتوا لسه، ويا ريت لايك، الحاجات دي بتفرق علشان ان اوصل لاكبر عدد من الناس معين. ويا ريت لو وصلتوا الفيديو دوت ل1000 لايك اكون شاكر ليكم. هنا بدأت اقفل الكربوراتير اهوت معانا. هنا كنت بسلك باك السرنسيه وبتأكد ان المقاس مظبوط، لان ممكن يبقى حد موسعه ولا حاجة، وكنت بسلك الرياحات برضو. ده اللي ركب اول جزء ركب كان الرياح، وده البوز بتاعه اللي انا كنت بشبكه بالابرة ده. ده حاليا بقى باك السرنسيه هيتفك يتنضف، معلش اتلخبطت. الراس بتاعت باك السرنسيه دي في الاونو بالذات بيبقى فيها رياح، فضروري ضروري ان مفيش حد يغير الراس دي ويركب راس باك 128 ولا حاجة، لان الرياح ده بيفرق معانا جامد، بيديني اداء مختلف في السرنسيه وفي العيارات. تمام، هنا كنت بعد القعدة بتاع الاكسلريتر كان فيها عوجة شوية، وكان الكربوراتير اخد خبطة مش عارف كان ماله. هنا ببدأ بقى ان انا اطبب البزابيز اللي ورا بتاعت الهوا بتاع الرياح، وكان في واحد تاني بتاع المواربة وواحد تاني بيبقى بتاع الاسبريتير، دول كلهم بنقفلهم علشان بياخدوا هوا، لان طبعا المواربة بتاع الشفاط بيبقى بالسلامة الرق بايظ، والرياح بتاع غطا التكهات كده كده احنا مش عايزين نشغله علشان ما يسحبش معانا زيت، واللي هو التالت واحد اللي هو بتاع الاسبريتير اللي هو بتاع الفاكيوم بتاع تقديم سنة الكهرباء، كده كده البلف بتاع الفاكيوم بتاع الاسبريتير بيبقى في اكتر الاونو بايظ، وبيبقى فبر فكتر شغله بيخليه كسر، احنا عايزينه ثابت ومحافظين عليه ومخليه متلصم زي ما هو. هنا بقى كان التفنيش بقى، انا خلاص بقفل بقى الخوصة بتاعة العامة، وافرقه بقى الكربوراتير ما بين الشكل الاولاني في اول الفيديو والوقت بقى عامل ازاي. طبعا ده يسمى عمرة كربوراتير، ما عدا تعمل له اكسو باب ما تعملوش يعني. وعد عليكم تاني تشتركوا معايا في القناة وتعملوا شير، ويا ريت ان انتوا تعملوا لايك، لان الحاجات دي تفرق وتخليني استمر معاكم على طول. شكرا.